مين هم الصابئين؟ وهم مؤمنين ولا مشركين؟ وقصة الآية اللي اتذكروا فيها في سورة البقرة نزلت في مين؟ كل ده هنعرفه في الحلقة السادسة من حلقات سورة البقرة. زي ما حكينا الحلقة اللي فاتت عن أحوال اليهود من بني إسرائيل وإزاي كانوا بيخالفوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى وبيتعدوا الحدود وإزاي كان في منهم معتدين وعاصين، جت الآية اللي بعدها الآية 62 عشان توضح وتنبه إن كان في برضه من الأمم السابقة دي ناس مؤمنة وأحسنت وأمنت بربنا سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، وإن المؤمنين دول آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة. زي مين بقى؟ زي اليهود الذين هادوا. وانا قلت لكم مش كل اليهود كانوا وحشين، وكلمه اليهود جايه من الهواده او الموده واللين والرفق، او جايه من التهود اللي هي التوبه، زي قول سيدنا موسى عليه السلام إنا هدنا اليك. هدنا اليك يعني تبنا اليك يا رب. فتسموا اليهود بالاسم ده لتوبتهم ومودتهم لبعضهم البعض. ايوه انا عارفه ان في ممكن ناس اول مره تعرف المعنى والاسم جاي منين واليهود اتسموا ليه بالاسم ده، عادي جدا. وفي برضه راي بيقول ان هم اتسموا بالاسم ده نسبه الى يهوذا اكبر اولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. فاليهود اللي كانوا متبعين سيدنا موسى قبل بعثه سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مؤمنين حق ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم امنين. وتاني ناس بتحكي عنهم الايه هم النصارى. لما بعث سيدنا عيسى عليه السلام وجب على بني اسرائيل اليهود اتباعه واتباع شريعته، فكل اصحابه واهل شريعته اللي اتبعوه كانوا بيتسموا النصارى عشان نصروا بعضهم البعض، ونصروا سيدنا عيسى عليه السلام لما قال لهم في سوره آل عمران من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. فتسمى الحواريون اللي هم اصحابه بالنصارى. وبيقال برضه ان هم اتسموا بالنصارى لانهم نزلوا في ارض اسمها ناصره، عشان كده اتسموا بالنصارى، والله اعلى واعلم. فكل اللي امن بسيدنا عيسى عليه السلام واحتكم للانجيل قبل بعثه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فهم امنين برضه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المجموعه الثالثه بقى اللي اتذكرت في الايه دي وفي منهم مؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كانت الصابئه او الصابئين، ودول اللي نزلت فيهم الايه دي اصحاب سلمان الفارسي. لما جه في يوم سلمان الفارسي يحكي للرسول عليه الصلاه والسلام عن اصحابه دول ان هم قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيصلوا ويصوموا ويؤمنوا بيك ويشهدوا انك هتبعث نبي قبل ما يشوفوك. فبعد ما خلص كلامه سلمان الفارسي وشكر فيهم، الرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا سلمان هم من اهل النار. فبيقول سلمان الفارسي فاظلمت علي الدنيا، ظلمت الدنيا في عيني كده، ازاي هم في النار؟ بعدها نزلت الايه دي 62 من سوره البقره لحد قول ولا هم يحزنون. فساعتها سلمان الفارسي قال انه كأن كشف عني جبل، اتزاح من على قلبي جبل واطمن وارتاح. والصابئين اتذكروا 3 مرات بس في القرآن، ومعنى كلمة صبأ يعني ترك أو انتقل من دين أو ملة لدين آخر. عشان كده المشركين كانوا بيقولوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكل اللي آمن بيه إنه صابئي، صبأت يعني تركت ملة آبائنا ورحت لدين جديد. والصابئين اجتمع العلماء على انهم فريقين، فريق مؤمن موحد بالله بيقول لا اله الا الله، وفريق للاسف مشرك. والعلماء قالوا عنهم أقوال كتير، منهم اللي قال إن هم كانوا أهل دين من الأديان بجزيرة الموصل كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، بس ما لهمش عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. عشان كده المشركين كانوا شايفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه مشتركين مع الصابئين في قول لا إله إلا الله. ومنهم اللي قال إن هم كانوا بيأمنوا بكل الأنبياء وبيصوموا 30 يوم في السنة وبيصلوا للقبلة زي أصحاب سلمان الفارسي، والله أعلم. وفي منهم اللي قال إن هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى بس ما لهمش دين معين. وفي منهم اللي قال إن هم كانوا جزء أو فرقة من أهل الكتاب وكانوا بيقروا الزبور. وفي رأي بيقول إن هم كانوا قوم بيعبدوا الكواكب أو النجوم وإن ربنا سبحانه وتعالى خلاها قبلة ليهم للعبادة والدعاء. وفي برضه من اللي قالوا إن هم قوم كانوا بيعبدوا الملائكة. وفي من العلماء إن قالوا إن دينهم يشبه دين النصارى وإن قبلتهم كانت نحو الجنوب وإن هم على ملة سيدنا نوح عليه السلام، والله أعلم. وفي من العلماء اللي قالوا إن الصابئين دول هم القوم اللي لم تصلهم أو تبلغهم دعوة نبي، ما وصلهمش نبي يعني. بس أظهر الأقوال والله أعلم من تفسير ابن كثير إن هم قوم لا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا مشركين، هم قوم ثابتين على فطرتهم موحدين بالله مش بيتبعوا أي دين معين. ربنا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بيهم، هو اللي هيفصل فيهم وبينهم يوم القيامة زي ما قال في سورة الحج، والله أعلى وأعلم. لو أول مرة بقى تعرفوا كل المعلومات دي عن الصابئين اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم وخلي الكل يعرف المعنى ويستفيد، وتابعوني علشان لسه مكملين في حلقات سورة البقرة.